احنا رايحين فين. فاحنا مش عايزين نستغرق في رصد ملاحظاتنا، لانه احنا من سقوط يعني النظام من 11 فبراير حتى اللحظه واحنا بنرصد حتى مع التغير اللي حاصل. صحيح. فانا هدخل في نقاط بعينها تفصيليه عشان انا نفسي المشاهد ما يملش من فكره الكلام الكتير. احنا اتكلمنا عن الاحزاب واتكلمنا عن احقيه بقايا الحزب الوطني في الدفاع على مصالحهم حتى الفتره الاخيره. مش حقيقتهم الطبيعي انهم يدافعوا. انا اتمنى انهم ما يدافعوش طبعا. ويقبلوا خلينا بلاش الامنيات. اللي حاصل على الارض انهم بيدافعوا. ايه اللي نقدر نقوله في الملف ده، خاصه انه بعض الجهات بترصد الاتي، انه رجال الصف الاول والصف الثاني بعد تسليم المقار وحكم المحكمه تراجعوا الى الخلف، وما زالت هناك اموال تضخ. وهناك يعني ممن هم كانوا منسوبين للحزب وضعاف بيتم الدفع بيهم لكل الأحزاب الوليدة والجديدة، وبالتالي بيحطوا الأحزاب والواقع المصري في محك. هل هنعمل إقصاء فنتهم بأن احنا مصريين وغير مصريين وولاء وغير ولاء، ولا هنعمل زي المشاهد اللي بتتلعب في ليبيا، بتتلعب في اليمن، بتتلعبت بشكل أو بآخر في البحرين، يعني نقسم الناس مع وضد، ولا المفروض هنتعامل مع ده ازاي وهنروح بيه ازاي؟ يعني انا عايزه اللي يسمعنا يفهمنا، يعني احنا بنقول له المعادله اهي والمفروض نوصل لكده، وعشان نوصل لكده الطريق يحتمل 1 و2 و3. اولا الحزب الوطني لم يكن ابدا حزبا. الحزب الوطني دي مجموعات مصالح بتتشكل حوالين اي سلطه. ميدان بلد مش ديمقراطي ما بقاش فيها حزب. الحزب الوطني ده كان اسمه قبل كده حزب مصر، وكان اسمه قبل كده المنبر، وكان اسمه منبر الوسط، وكان الاتحاد الاشتراكي، ثم الاتحاد القومي والتحرير. فما فيش حاجه اسمها الحزب الوطني بالمفهوم الفني للحزب. دي مجموعات مصالح اتشكلت حوالين الحاكم. سقط الحاكم تشظت مجموعات المصالح، وبالتالي اي حد بيتكلم على انه احنا عندنا حزب وعايزين، وما هو ماشي الحزب النازي اللي كان عنده عقيده. لا دي ناس كانت بتجري على مصالحها دلوقتي ما بقتش عند حسني مبارك، هتبقى عند نجاد البرع، يروحوا يشوفوا نجاد البرع ده بيشتغل ايه. موافق نجاد انه يدخلهم حزبه؟ دي مساله انا رايي انه مصر مفتوحه الان الا لهؤلاء الذين افسدوا الحياه السياسيه. يعني انت عندك ناس افسدت الحياه السياسيه، سورت الانتخابات، لا احد يتكلم عن الذين افسدوا الحياه السياسيه بتزوير الانتخابات، نهبت مال الشعب، احتكرت، ساهمت في عملية فساد واسع. هؤلاء الناس حصرهم سهل جدا، لأن مصر جت الآخر بقت متوزعة على 20 واحد، فنقدر نطلع ال 20 واحد دول بالاسم، ال 50 واحد دول بالاسم. يعني مش ال3 مليون بتوع الحزب؟ لا طبعا، لا طبعا، لأنه زعلانين جدا. لا لأنه أنا عايز أقول لك حاجة، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. في ناس محترمة كانت في الحزب الوطني لأنه كان لازم ياخدوا كارنيه الحزب عشان مش عارف يبقى في الجامعة بالظبط. في ناس عادية جدا كانت بتاخد كارنيه الحزب أحسن من البطاقة عشان ما يضربش على قفاف كمين الشرطة يقول له أنا عضو في الحزب الوطني، فيقول له طب معلش. يعني هناك ناس، يعني موضوع الحزب الوطني 3 مليون وبتاع، لو في 3 مليون ما كانش خاب الخيبة اللي خابها دي أصلا. يعني 3 مليون يعملوا فيه ده، هو كان لاقي اتنين دفعوا عنه. طيب الشباب هيرد على حضرتك ويقول انه اللي قبل عشان يبقى مدير جامعه بكارنيه ده بدايه يعني طموحه، ربما هو بس الدنيا ما ادتوش انه يا ست يا شباب وبتاع. بصي بقى الكلام يتقال مظبوط. طب رد عليهم بالراحه. لا انا ارد عليهم. يعني بص انا عايز اقول لك حاجه، انا ما احبش ابقى يعني ابقى راجل جلف يعني، لكن هي الفكره ايه؟ سيبهم من الكلام الفارغ ده. احنا في عندنا ناس معروفون بالاسم والرسم ساهموا في فساد الحياه السياسيه، دول لابد ان تشكل محكمه لها طبيعه سياسيه تنظر في من الذي افسد الحياه السياسيه فعلا قبل 25 يناير. الناس دي لابد ان تعزل سياسيا، هذه مساله عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. يبقى حكم سياسي مش قضائي. لا يعني حكم سياسي. حكم سياسي اتقال نجاد البرعي دخل الانتخابات وزور ودخل ونجح في البرلمان بالتزوير، وادي ادله التزوير اهي، بتوع حقوق الانسان قالوا مزور، والجرايد قالت مزور، والصور قالت مزور، وهو قبل هذا المساله. يبقى نجاد البرعي ده يتعزل ويمشي. محمد جمعه راح خد 1,000,000 متر ودفع رشوه قد كده وثبت عليه الرشوه وبتاع، يبقى محمد جمعه ده يتعزل. ما دون ذلك دي ناس هتخش هنا هتخش هنا هتخش هنا هتشتغل. لو دخلنا في منطق الاقصاء قد لا نجد 10 بعد كده يعملوا حزب. تمام. وانا هقول لك حاجه، في ناس راحت قابلت امير قطر وانت لسه جنبها في البتاع وقعدت معاه، انا مش عاجبني الكلام. ليه رحتوا قابلتوا امير قطر؟ وطيب اشمعنى انتوا اللي تقابلوا امير قطر؟ ومالكم انتوا ومال الراجل امير قطر؟ وعاملكم زي اخواته ليه امير قطر؟ نقصيكم بقى. ما ينفعش.
احنا لابد ان نحترم انفسنا ونحترم الناس ونعطي الناس مساحات. الذي افسد يعزل. دول هيطلعوا في الاخر لو قلبتيهم في الحزب الوطني جبتيهم يمين وشمال يطلعوا 1000. طيب يا استاذ نجاد، احنا امامنا تحدي، وبرضه هخلي حضرتك ترد يعني، وهو مساله توعيه المواطن المصري لزياده مشاركته السياسيه وتفعيلها في المرحله الجايه، بما ان احنا بنتكلم مصر الى اين؟ ده يعني عايز اجابه عن هذا التساؤل، وعقب بقى اللي كنت عايز تعقب عليه اولا. اوكي. الجزء انا متفق تماما مع اللي بيقوله الاستاذ نجاد، وربما مش هيزيدوا عن 5. لو احنا قلنا حاجه محدده، الناس اللي طلعت عليهم احكام محدده قضائيا ان هم زوروا وقعدوا بحكم سيد قراره، او اقول الناس اللي هم كانوا في اخر دورتين مثلا او اخر دوره برلمانيه، ليه كل واحد طلع له حكم بتاع ومجلس الشعب ما اسقطش، محكمه النقض اثبت عليه التزوير بالظبط، خلاص وقعد خلاص. ودول لكن فعلا مش هقدر. انا اعرف ناس كتيره جدا، ناس شباب صغيرين اللي هو دخل وهو لا يعرف من امر الحزب الوطني شيء. دول 2.8 مليون شخص. فانت كده فعلا بتعملي النموذج اللي عمله بول بريمر في العراق لما حل حزب البعث، مش حزب البعث بس، الجيش كمان الاخطر، الجيش والشرطه طبعا وحزب البعث. وبالتالي انت عملت جيش كامل. جمعيه جيل المستقبل زمان، جمعيه جيل المستقبل كلها شباب، كانوا بيقولوا لهم هنشغلكم عشان نشغلكم خشوا الحزب، فكانوا بيدوهم كارنيه الجمعيه وكارنيه الحزب، وكمان ساعات ضحكوا عليهم ما يشغلوهمش. مستحيل نحاسب دول بانهم اعضاء الحزب. انت بقى هتقول عليهم اعضاء حزب. فهنا لازم يبقى في تفريق عشان ما نخسرش الناس كلها. احنا وزي ما قال الاستاذ معظمهم كانوا بيجروا اللي هو اتقاء الشر احيانا، مش احسن مش بس بحثا عن مغنم. فيما يتعلق بالتوعيه، هذا هو اخطر نقطه مهمه جدا وللاسف الشديد لا احد يركز عليها. فكره ان الاحزاب الجديده والقوى الجديده كيف تنزل الى الشارع عشان توعي الناس. مرة أخرى وعي الناس أكثر تقدما، لكن في حتة تانية ما عندهاش فكرة عن بتبقى نهب. مين الذي استطاع الوصول إلى البسطاء من الناس؟ قوة قليلة جدا منهم الإخوان المسلمين بحكم تنظيمهم الجيد ووجودهم المؤثر لفترات طويلة جدا، إلى حد ما حزب الوفد بحكم وجود مقرات ليه، لكن الباقي فين؟ وحتى أنا أشك أن في تأثير الأحزاب الجديدة والقديمة التقليدية حد وصل للناس. فالخوف الحقيقي أنك أنت لو تأخرت. أنا ألوم على جزء كبير من القوى السياسية خصوصا الجديده ان هي منشغله بالفضائيات، مع كل التقدير انهم يتكلموا في فضائيات، بس مجموعه يبقى فيه متحدث اعلامي يتكلم في الفضائيات، ومجموعه ثانيه الاساس ينزلوا الشارع يروح للناس في القرى والنجوع يقول لهم الحزب بتاعي اسمه كذا وان انت المفروض تعمل كذا، والدوله المدنيه لا تعني الكفر والالحاد. كان معانا امبارح 2 من المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدوا القرى اللي اشتغلوا فيها. بس انا كمان بعد اذن حضرتك مهم جدا، واحنا بنقول الاخوان تجربه 100 سنه حاجه و80 سنه دلوقتي من 28 تمام. فما فيش مجال للمقارنه. والاخطر ان احنا لازم نبقى عارفين انه في احزاب من الاحزاب الجديده عندها مصادر تمويلها معقوله لانها من تبرعاتها، لكن هي بدات تشتغل فعلا. يعني طيب انا الفكره ان يعني انا احاول ان انا ابدا بالامكانيات. ما هو يعني المصريين الاحرار عمل كم مؤتمر وقدرنا نشوفهم لانه امكانياته تسمح. تمام. الديمقراطي الاجتماعي ما عندوش فضائيه، بس قدرنا نقرا على صفحته على الويب سايت التقى مين وعمل ايه واشتغل ازاي. في النهايه هي دي لعبه العمل السياسي. هل انت هتتكلمي على من يملك؟ ما في حزب كان متقدم واترفض لانه بيقول ان رئيس الحزب يدفع اشتراك ما اعرفش 250,000 والثاني العضو العادي يدفع 10 جنيه واترفض لانه هنا في تمييز على اساس المال. فانت بتحط قواعد احيانا يعني اصحاب المال بيؤثروا وده شيء طبيعي طبعا. طالما ان انت ما عملتيش يعني. طالما ان انت ما عملتيش تقييد، وطالما ان انت زي ما قال الاستاذ نجاد في بدايه الكلام فكره العداله الاجتماعيه، ازاي توصلي للناس، لان بدون وعي انحياز حقيقي انت عندك مجالين لا ثالث لهم، اما انك انت تنحازي تعيدي انتاج نظام حسني مبارك بس بوجوه جديده ورجال اعمال جدد والامور تمشي تمام، او تعملي مش صدمه ولا تاميم، على الاقل بس يبقى في وعي حقيقي ان في اغلبيه من الشعب كانت تطلب الكرامه والحريه والعيش بكرامه. طب هي قضيه التوعيه مشكله احزاب سياسيه ولا مشكله مجتمع مدني؟ يعني مين فيهم كله حسب اعلام كله حسب كله مع بعضه يعني. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه. اولا بالنسبه للتوعيه انا رايي برضو ان في يعني عدم معلومات. يعني انا رايي ان الان تحدث في مصر حركه ومن قبل يناير الناس نازله في الشوارع وفي الحواري. هي بس الاخوان احنا عندنا مشكله في موضوع الاخوان. ايه الاخوان؟ الاخوان شغالين بحديث نصرنا بالرعب مسيره 40 يوما. يعني ايه؟ ان هو بقى انت عارفه الفكره ايه؟ انه يقول لك ايه؟ انا عبد العال بطل الابطال وكتفوني، بعدين عبد العال ده اول ما هتديله بنيه هتلاقيه عمل كده وراح وقع منك في الارض.
مين اللي يديله البنيه بس يا استاذ؟ انا رايي ان الاخوان جمعه الغضب الثانيه. لا انا رايي ان الاخوان فصيل سياسي كويس. الشخص من 28 له مقرات في مصر كلها تتمثل في الجوامع. ده راجل الناس، ده راجل الزبائن بتاعته بتجيله كل يوم جمعه. انا بصلي في جوامع كتيره جدا، بيقف يطلع الخطيب بالصدفه اخوان، يديني خطبه جامده جدا في العضل كلها اخوان في اخوان. بالضبط. بس الفكره الاصليه ده ميزه، ده بريفليج. بس في المقابل في جهد بيحصل. اتنين، انا مش عايز اقلل قوي من اللي بيحصل في المحطات التلفزيونيه، لانه مثلا انا بتكلم دلوقتي تفتكر كام واحد شايفني؟ والواحد دول شكرا لحرامي الدش كل الناس دلوقتي بتاخد من بعضها والدش ببلاش. يعني بقت بيوت فقيره جدا وناس رقيقه الحال لكن عندها دش وبتتفرج. فانا رايي انه يا ريت البرامج تكثف بس من ان تستضيف ناس يقولوا للناس رساله. احنا عاملين ده على فكره هنا في اكتر من برنامج يعني. ربنا يبارك فيك. لكن اللي انا قصدي كمان اقول لك عليه انه احنا في النهارده وعي، في طلب على السياسه. احنا لازم نزود العرض شويه. يعني المطلوب ان احنا نزود العرض. في زباين دلوقتي، يعني الاول كنت تقعد تتكلم على السياسه يقول لك يا عم السياسه ايه، عملناش في السياسه، والنبي يقول لي نكته. دلوقتي ما بيقولكش قول لي نكته، دلوقتي بيقول لك فلان عمل ايه بالظبط. فانا اللي مطلوب ان احنا نزود الجرعه دي هتزيد بشكل تدريجي. احنا داخلين على موسم انتخابات. اتفرج انت على الجرعه في الشارع هتبقى شكلها ايه، الحق انت بس على الناس. طبعا. بعد موسم الانتخابات هنخش على موسم كتابه الدستور. اشتغل انت على الجرعه. يعني انا فعليا هيحصل ده، وما بقتش العمليه عايزه فلوس كتير. ما بقتش عايزه فلوس كتير. ليه؟ لان البلد انفتحت. انا مثلا زمان عشان اعمل مؤتمر كنت لازم اروح لوكاندا وابلغ امن الدوله واخد مش عارف موافقه، وبتاع اللوكاندا يقول لي القاعه في اللحظه الاخيره باظت، سحبوها كده، النور طفى. دلوقتي بالظبط، دلوقتي انا ممكن انزل اروح مركز شباب عادي جدا دي التغييرات اللي حصلت، دي الدوله اللي كنا بنتكلم عليها. السلفيين عملوا مؤتمر في اسكندريه. اروح انا مركز شباب ب10 صاغ، اخد قاعه كبيره والناس تجي لي، فاعمل التوعيه ببلاش. فما بقتش التكلفه، يعني ما كان يتكلف للتوعيه قبل 25 يناير مثلا 5000 جنيه عشان تعمل مؤتمر مثلا، لو جاز يتكلف اليوم 500 جنيه بالظبط.